الإنسان اللي نيته جميلة ربنا بيكرمه. ستنا حليمة السعدية شافت إن المرضعات مش هياخدوا محمد الطفل الرضيع لأن أبوه متوفى، فهي قررت تاخده، ما تمشيش وتسيبه وهو ما عندوش حد يرضعه. فلما أخدته خلق ربنا البركة في حياتها لغاية ما ماتت بسر كرمها، وطبعا بسر بركة وأنوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا ما استغربش أبدا إن الخالق يخلق في ثديها في لحظة اللبن عشان يرضع سيدنا محمد ويرضع أخوه ابن ستنا حليمة السعدية. وصدق جوزها لما قال لها لقد أخذت نسمة مباركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا كلكم بخير. جاي لكم النهارده فيديو جديد وروتين يوم جديد، بس ما تنسيش كده ان انتي لو اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اعملوا الجرس على الكل، وما تنسيش كمان اللايك كده والكومنت الحلو زيك عشان تشجعوني، واذكروا الله كده في الكومنتات عشان ناخد كلنا ثواب مع بعض. بصوا بقى، احنا روتين النهارده، احنا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات او اللي قبله مش فاكره، بس احنا كنا اتكلمنا ان احنا هنبدا التنظيفات حاجه في حاجه كده، اللي هي التنظيفات العميقه. زي ما قلت لكم انا في العادي كنت في التوقيت ده ببقى مخلصه كل تنظيفاتي العميقه وفرشه البيت وكده، بس يعني الحمد لله مش كل سنه بتمشي زي اللي قبلها، يعني ساعات بتجد عليكي ظروف بتغير لك ترتيبك كله. يعني بصوا الاول هنا كده ده الغدا، لان احنا الروتين اللي معانا مسائي، فده الغدا. الغدا النهارده كان سمك مشوي، انا طلبته مشوي جاهز وانا بس عملت الرز. يعني حتى طلبت، يعني سالتهم اعمل لكم سلطه ولا نجيب مخلل وحاجات من دي، قالوا لا احنا قطع لنا بصل بس. تمام، مرضوش يعني والسلطه، لان احنا يومها في الفطار انا كنت عامله لهم طبق حلو كده متقطع، يعني جزر وخيار وطماطم وكده، فكانوا زهقانين فقلت تمام. يعني انا بسالهم هياكلوا ايه مش هياكلوا ايه، لان حرام الحاجه تترمي. يعني اتناقشوا كده في الاكل، لان الحاجه الفتره دي والله يعني غاليه، ويعني محدش مستحمل ان هو يعمل حاجه ويكلفها ويتعب فيها وبعدين يرميها. تمام، بعد الغدا كده بقى قمت عملت فنجانين قهوه كده ليا انا وجوزي، وبعد كده هو بقى نزل شغله اتكل على الله، وانا بدات بقى اشتغل معاكم. زي ما قلت لكم كده هنبدا نعمل حاجه في حاجه. انا الاسبوع اللي فات كنت منظفه تحت السراير في اوضه الاطفال. تمام، هدخل بقى على اوضه الاطفال كده هكملها. انتي قادره تعملي اللي انا عملته ده في يوم واحد اعمليه، مش قادره خدي حتى ان شاء الله كل يوم جنب، خدي كل يوم حيطه كده بس من الاوضه يعني. تمام، ما تجيش على نفسك، علشان لو جيتي على نفسك كل الدنيا هتتهد. خلاص، اعرفكم بس انا بعمل ايه وبعدين نكمل. انا اول حاجه عملتها ان انا نزلت الستاره وشغلت الغساله عليها. تمام، وبعد كده انا زعفت السقف وعملت مروحه السقف، بس يعني معرفتش اظبط بصراحه الكاميرا، معرفتش اجيبها معاكم في التصوير دي، بس انا هقول لكم كل الخطوات اللي انا عملتها حتى لو مش جايه معاكم في التصوير، علشان مفيش حاجه كده تفوتك. تمام، جبت بقى كده الفرشه وبدات ان انا انزل التراب اللي على الشباك كويس قوي، والسلك بالذات كويس قوي قوي، لان الشباك انا هغسله، لكن السلك مش بحب اجيب عليه ميه، لان جبت عليه ميه قبل كده وبحس كده ان هو بيصدي، يعني لونه بيغير، فبكتفي بان انا انزل كل التراب اللي عليه بالفرشه دي وخلاص. الفرشه دي حلوه جدا على فكره، بعمل بيها برائع، بعمل بيها كنب، بعمل بيها حاجات كتير، يعني هتسعفك في حاجات كتير. لو شفتيها قدامك في اي حته هاتيها. ما كانتش غاليه، يعني كانت هي معايا بقالها كام سنه، كنت جايباها ب35 جنيه، في حتى لو غلت مش هتبقى سعرها اوفر، يعني عمليه تستاهل الفلوس اللي تدفع فيها. تمام، نرجع بقى لكلامنا. انا زي ما قلت لكم هاخد كل يوم حاجه. ليه؟ لان احنا يا جماعه مش في اجازه. طبعا كلامي للناس اللي معاها اطفال في مراحل دراسه، يعني في مراحل الدراسه اللي هي المراحل الدراسه الصغيره اللي معتمدين عليكي اعتماد تام. تمام، لو ولادك اللهم بارك كبار وبيعرفوا يروحوا وييجوا لوحدهم والكلام ده، اعملي اللي انت عايزاه. لكن انا في العادي ممكن مثلا لو بنفض الكلام ده في اجازه، ممكن هشقلب البيت كله في يومين 3 وهبقى خلصت كل اللي انا عايزاه وتمام. لكن في التوقيت اللي انا فيه ده انا اللي بودي طبعا الدروس، وانا اللي بجيب من الدروس بحكم مواعيد شغل جوزي،
ما بيبقاش فاضي للكلام ده، فانا اللي بودي وبجيب وبنزل وبلف وكده. فالحكايه ما بتبقاش مستحمله خالص ان انا اجي على نفسي، لان انا عارفه هاجي على نفسي هروح نايمه مثلا يومين 3 في السرير اقل ما فيها، حتى لو مش نايمه في السرير تعبانه، بس خلاص بتبقي خلاص بقى، خلاص جسمك محتاج ان هو يستريح، جسمنا ليه علينا حق يعني. بلاش نهمل قوي علشان ما نحسش ان احنا لبسنا في حيط كلنا، لان ولادك محتاجينك يعني. تمام. انا الروتين ده زي ما قلت لكم كده كان من بعد الغدا. طب ليه ما عملتش الكلام ده من الصبح بدري؟ هقول لكم، بس الاول اعرفكم انا دلوقتي هعمل ايه. انا نفضت خلاص الشباك من التراب كله، وبعدين جيت على الحيطه دي اللي جنب الشباك على طول، والحيطه دي لازقه في السرير. فطبعا بيبقوا قاعدين، انا يعني التلفزيون عندي في اوضه الاطفال، فقعدتنا كلها في اوضه الاطفال، احنا طول اليوم انا ما عنديش ليفنج في الشقه، المساحه عندي ضيقه شويه، فقعدتنا كلها بتبقى في اوضه الاطفال، فبيبقوا قاعدين هنا بقى بياكلوا، بيتفرجوا على التلفزيون، بيذاكروا، بيلونوا. الحيطه دي بقى ايديهم تبقى متوسخه طبعا يسندوا عليها، وهم برضو قاعدين كده بيتفرجوا على التلفزيون، بيروحوا رافعين رجليهم على الحيطه دي، فطول الوقت بتلاقوا الحيطه دي كده بتتوسخ ومبصمه. هي ما فيهاش اي بقع، بس هي مبصمه كده، حاجات مش نظيفه الحيطه دي والحيطه بتاعه الطرقه، فطول الوقت بيبقوا عايزين على طول ايدي فيهم. وانا زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت بصراحه كنت تعبانه، فاهملت شويه في الشقه. عملت ايه بقى؟ جبت ميه حطيت فيها شويه من الكلور الابيض وشويه من الكلوركس الالوان. كلور الالوان ما تكتريهوش لان هو بيرغي، واحنا مش عايزين رغاوي، احنا عايزين نمسح كده والدنيا ايه تتلم معانا بسرعه، علشان يعني ما تتعبيش نفسك على الفاضي. ودي اللي في ايدي دي فوطه عاديه جدا، كنا اخدينها معانا في مصيف، ابني حطها على الترابيزه اللي فيها الشمسيه، شبكت في مسمار اتقطعت، فانا استحرمت ان انا ارميها لان هي كانت جديده. انا في حاجات في حاجات جهازي ما طلعتهاش يعني، بس بطلع مثلا وانا رايحه مصيف اطلع فوط جديده، لما يجي علينا ليله عيد اطلع مفروش سرير جديد كده. فالفوطه دي كانت جديده، فانا استحرمت بصراحه ارميها، وكانت مقطوعه قطع كبير كده من نص الفوطه، قطع محترم يعني، فقلت استفاد بيها. قطعتها كده لقطع صغيره، بستعملها بقى كده في تنظيف، بستعملها في المطبخ كده يعني. تمام. وهبدا ان انا امشي كده على الحيطه دي. طبعا انتي لو حاجه فيها بقعه معاكي بسبونشه كده وادعكي على خفيف. بقيه الحيطان عملتها باللي هي الموب، اللي هي بتاعت اسمها ايه، اسمها موب باركيه، برضو موجوده في كل محلات المستلزمات الادوات المنزليه يعني، وما هيش غاليه، بتبقى الايد بتاعتها ستانلس كده، ومن تحت كده بتبقى زي فوطه بشراشيب مايكرو فايبر. بحط برضو الغيار ده فيها وبعصره نص عصره وبركبه في الموب، وبمشي على باقي الحيطان، اللي هي الحيطان اللي انا محتاجاها تنور بس مش متوسخه زي دي. لكن الحاجه اللي متوسخه زي دي بتبقى محتاجه انتي تعمليها بايدك، تضغطي شويه على الاماكن المتسخه زياده وكده. تمام. وبعد كده بقى دخلت على الشباك برضو، زي ما قلت لكم همسحه كله، و يعني همسحه كله من بره ومن جوه، بس مش همسح السلك. تمام. اكمل لكم بقى. انا عملت الكلام ده بعد الغدا. ليه؟ انت عايزه طبعا تعملي الكلام ده الصبح براحتك خالص، عايزه تعملي زي بعد الغدا نعمل بعد الغدا. تمام. انا النور عندي بيقطع من 12 ل 2 الظهر، فبالنسبه لي الميعاد ده قاتل يعني. فاستغليت بقى اليوم ده التوقيت ده في حاجات انا مش محتاجه اصورها، او يعني حاجات ما رضيتش يعني، خليت التصوير معاكم للاهم. فاهمين؟ قبلها بيوم احنا كان عندنا الدروس دي كانت بتبقى من الساعة 4 من الساعة 5 يعني، بنزل على 4 ونص. يومها انا نزلت من غير ما اشطب المطبخ، ورجعت بنرجع مثلا على 9:30 بالليل، فطبعا رجعت مقتولة، ما قدرتش اعمل حاجة، ما نمتش بصراحة. بس عارفين لما تبقي قاعدة كده متنحة، لان كان كذا درس وبنلف من هنا لهنا وبوديه، وبعدين ارجع اودي اخته، وبعدين ارجع اجيبه، قصة كبيرة كده يعني. فقبلها بيوم انا كنت عامله سبانخ ولحمه، وطبعا المطبخ ما كانش متشطب للاسف يعني، فدخلت بقى شطبت المطبخ وعملت كنت مشغله الغساله الصبح بدري، فكانت الساعه 12 دي كانت الغساله خلصت، دخلت بقى ان انا نشرت الغسيل وكده. المهم بقى نرجع للي احنا بنعمله في الروتين بتاعنا. بعد ما عملت الحيطان ولمعت
الشباك بدات ان انا انفض الاوضه. كانت الدنيا متبهدله لان كان طول اليوم انا ما دخلتش الاوضه دي خالص، ما عملتش فيها اي حاجه. هما بقى قعدوا يلونوا ويقطعوا بقى كده ورق، بيلزقوه كده بالصبغ، بيعملوه اشكال. وابني الصغير كده كان مفرفت كيس بسكوت وقع كله منه، فالدنيا زي ما انتم شايفين كده متبهدله. فشلت بقى السجاد ده كله، نفضته وبدات ان انا اكنس الارض كويس قوي. وبعد كده هلمع الخشب. بصوا بقى، لما تبقي هتكنسي بالمقشه العاديه سيبي تلميع الخشب والمرايات والكلام ده بعد ما تكنسي، لكن لو هتشتغلي بالمكنسه عادي ممكن تلمعي الحاجه قبل. طب ليه؟ لان انت لو هتشتغلي بالمكنسه كده كده المكنسه هتشفط، مش هتطير معاكي اي تراب او عفره. لكن لو انت هتشتغلي بالمقشه العاديه طبعا معرضه ان انت يبقى فيه تراب، بيبقى فيه تراب ناعم كده ان هو يطير على الحاجه تاني، فتبدا ان هي ايه، هي مش هتبان ان هي متوسخه او عليها تراب كتير، بس هتحسيها مطفيه كده. فطالما انت كده كده هتشتغلي وهتلمعي والكلام ده، يبقى رتبي خطواتك صح علشان يعني تحسي في الاخر ان الاوضه منوره كده معاكي. خلاص لمعت الخشب وبدات ان انا المع المرايات والترابيزات والحاجات دي. بصوا الصغير اللي واقع على الترابيزه ده الريسيفر، هو كان ملزوق ورا التلفزيون بدبل فيس، بس وانا بعمل الحيطه يعني بالموب كده وقع مني. تمام، فسبته كده لحد بقى ما اشوف الدبل فيس فين، ما كنتش لاقيه يعني وقتها، فقلت اخلص كل اللي ورايا وبعدين ابدا ان انا اعمل يعني الزقه تاني في مكانه. تمام. انا قبل ما اكنس برضو شلت الفرش بتاع السراير عشان انضف السراير كويس قوي، نفضتها كويس قوي بحيث ان لو برضو واقع عليها اي حاجه كده تبقى مع الارض كده مره واحده. خلاص نفضتها وبعدين لمعت بقى الحاجه وبدات ان انا افرش السراير تاني. وكل ده طبعا الستاره في الغساله مشغله عليها الغساله، لان الستاره دي هقول لكم بقى هنعمل فيها ايه بحيث ان هي يبقى شكلها مفروض كده وجميل من غير ما تكويها. تمام. بدات كده بقى احط الحاجه. انا برضو انا سراير اوضه الاطفال لما باجي اغيرها بخلي برضو ولادي هم اللي يختاروا الطقم اللي انا هفرشه، يعني بحاول كده احسسهم ان هم ليهم راي، فاهمين الحاجه اللي يعني القرار اللي هو مهوش مصيري، يعني الحاجه اللي مش كبيره حاولي ان انت تتناقشي معاهم فيها، وحتى الحاجات الكبيره والله، بس طبعا على حسب سنهم. حاولي طول الوقت ان انت تتناقشي معاهم وتشاركيهم بحيث ان هو ما يطلعش يعني ما يطلعوش شخصيتهم ضعيفه، يبقى ليهم راي كده ويبقى ليهم قرار. تمام. فرشت بقى كده اللحاف بتاعهم، ظبطت يعني الاوضه كده، بدات ان انا افرش علشان خلاص الدنيا كده تستقر وكل حاجه ترجع مكانها. وبعد ما فرشت السراير هبدا امسح الارض. مسحت الارض بايه؟ علشان تمسحي الارض لازم 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 الميه تبقى سخنه، لان انتي مهما كنا بنبقى حاطين معطرات ومنظفات والكلام ده، لما بتمسحي بميه من الحنفيه عادي بعد شويه بتغير وبتبداي تحسي ان في ريحه كمكمه في المكان، وما بنبقاش عارفين ده ليه. ده انا جايبه معطر غالي، ده أنا لا، هو مش بالغالي ومش بالرخيص، والمشكله مش في المعطر او المنظف اللي انتي مستعملاه. تمام. انتي لو مسحتي بميه دافيه ونقطه من اللي هو المسحوق بتاع المواعين الدنيا هتبقى معاكي زي الفل. المشكله كلها بتبقى في الميه نفسها مش في الحاجه اللي انتي حطاها. فانا حطيت ايه معايا برضو ميه سخنه وفي منظف كده اسمه بريكس حلو قوي، برضو ريحته حلوه كده، بس برضو ما تزوديش علشان ما يرغيش معاكي يعني. تمام. مسحت الدنيا كده معايا وتمام، وسبت بقى الارض تتهوى. في التوقيت اللي الارض اتهوت فيه انا علقت الستاره وشغلت المروحه. طبعا مطلعه الولاد بره الاوضه وشغلت المروحه. الفكره بقى في الستاره في ايه؟ في ان انا علقت الستاره وهي لسه مبلوله. ده ازاي يعني؟ الكلام ده بعمله مع الستاير الشيفون بس، ما تعمليش مثلا الحاجات دي مع حاجه قطيفه وتقولي ايه لا ده انتي قلتي كذا، لا، هو انا بعملها مع الستاير الشيفون بس، وفي 5 دقايق بتبقى الستاره نشفت وبتبقى مفروده، ما بتضطريش ان انتي تكويها. والموضوع ده انا اكتشفته بالصدفه، وهبقى احكي لكم بقى بعد كده في فيديو تاني ايه اللي خلاني يعني اعمل كده. الحكايه كلها جت ازاي من الاول يعني، بس انا بقالي سنين والله بعمل كده. الستاير اللي هي الشيفونات او الحاجات الخفيفه خالص اللي بتنشف بسرعه دي بعلقها كده على طول وهي لسه مبلوله.
انتوا هتحسوا في البدايه ان هي مكسره، بس مفيش 10 دقايق وهتلاقيها اتفردت كده وبتدي ريحه جميله جدا في الاوضه. الريحه دي بتفضل 3-4 ايام كانك رشه معطرات. انا كده خلصت والفيديو بتاعي خلص. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك واستنوني تاني.